في كل يوم وليلة تحدث من حولنا عجائب. هذه العجائب خارجة عن قدرات البشر ونحن لا نشاهدها إلا أنها تحدث. منها مثلا سجود الشمس في الغروب عند عرش الرحمن سبحانه في كل يوم، وأيضا تسبيح الحيوانات والأشجار والأحجار، كل واحد منها يسبح الله تعالى بطريقته الخاصة ونحن لا نشعر بها. هنالك أيضا عجائب أخرى تحدث ولكن بين الله تعالى وبين أحبابه في الليل. الملائكة تعرف بعضا من هذه العجائب، فما رأيكم أن نكون نحن أيضا ممن يعرف هذه العجائب؟ وما المانع إذا دخل الليل فيمكنك أن تتعامل مع الله بتعامل يجعلك تشتاق في كل يوم إلى دخول الليل. عندما طبق هذا التعامل سفيان الثوري رحمه الله قال: والله إني لأفرح بالليل إذا جاء وأحزن بالنهار إذا طلع. ما الذي يفرحه؟ إنه يفرح بلقاء الله تعالى، إنه يفرح بالخلوة بمحبوبه، إنه يفرح بقيام الليل. سبحان الله، بعض الناس قد أدمن على هذا القيام، يصعب عليه أن يفوت هذه اللحظات الغالية. يقول عطاء الخرساني رحمة الله عليه: إن الرجل إذا قام من الليل متهجدا أصبح في الصباح فرحا يجد الفرح في قلبه، وإذا غلبته عينه فنام أصبح في الصباح حزينا وانكسر القلب كأنه قد فقد شيئا. إي والله. استمع إلى هذه القصة. كان سعيد بن جبير معروفا بأنه مجاب الدعاء، إذا دعا استجيب له، وكان له ديك يوقظه لقيام الليل. ليلة من الليالي لم يؤذن هذا الديك فلم يستيقظ سعيد، فتضايق سعيد بن جبير جدا حتى قال: ما الذي حدث لهذا الديك؟ قطع الله صوته. دعا عليه. قالوا: فما أذن الديك بعدها. قد يقول قائل: لماذا كل هذا التحسر على فوات قيام الليل؟ أليس في الموضوع مبالغة؟ يقول ابن رجب: من لم يشاهد جمال يوسف لم يدري ما الذي آلم قلب يعقوب، فكذلك من لم يشارك أهل قيام الليل في هواهم ولم يذق حلاوة نجواهم لم يدري ما الذي أبكاهم. إن حب أهل قيام الليل لله لا يمكن وصفه، وهذا الحب الذي يبذلونه لله فإن الله لا يتركه بلا مقابل، لا، بل إن الله يكافئهم عليه بتعامل عجيب منه سبحانه. أتدرون ماذا يقدم لهم سبحانه؟ إنه يجملهم، إنه يزيد من جمال وجوههم بنفسه تعالى. فكما أن كل حبيب يتجمل للقاء حبيبه، فإن الله سبحانه يجمل أحبابه لكي يقفوا بين يديه في الليل. جمال حقيقي، نعم، وسيحس الناس بجمال في وجهك أكثر بعد أن تصلي في الليل. يقول الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يقول بعض المفسرين: أي أن الصلاة تحسن وجوههم. الله، هذه الصلاة عبارة عن جمال تجمل به نفسك. ألم تعلم أن أهل قيام الليل هم من أحسن الناس وجوها؟ قال ابن القيم في كتابه روضة المحبين: العبد إذا رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسنه. حتى أن بعض النساء كانت تكثر من صلاة الليل، فسئلت عن ذلك: لماذا تكثرين من صلاة الليل؟ فقالت: إنها تحسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي. أنا أعرف أننا لا نعبد الله فقط لأجل أن يجمل وجوهنا، نحن نعبده محبة له وهيبة منه ورغبة فيه، ولكن في الحقيقة هذا هو ما يحدث على أرض الواقع. الصلاة تجمل الوجه، نور يظهر في الوجه، نور، لا أقول بياضا بل نور، حتى أن بعض الناس يقذف في قلوبهم محبة هذه الوجوه الحسنة، هذه الوجوه التي لبست من ذلك النور. يقول سعيد بن المسيب: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره من قبل فيقول: إني لأحب هذا الرجل. سبحان الله. وكان محمد بن سيرين صاحب قيام ليل، وكان الناس إذا رأوه سبحوا الله من نور وجهه، يقولون: سبحان الله. الصراحة هذا شيء غريب. لماذا يزيد جمال الذين يصلون بالليل؟ لماذا؟ لقد سئل الحسن البصري عن هذا السؤال فقالوا له: لماذا كان المتهجدون أحسن الناس وجوها؟ فقال لهم الحسن: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. يا الله،
لدرجة أن الناس كانوا إذا رأوا النور الذي يخرج من وجه وكيع بن الجراح رحمة الله عليه قالوا: حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وأعظم هؤلاء نورا وأكثرهم حسنا وبهاء هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وجهه كان يتلألأ كأنه مذهب، وإذا تبسم صلى الله عليه وآله وسلم استنار وجهه كأن الشمس تجري في وجهه.